السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، مرحبا بكم. سعيد جدا بلقياكم مجددا. موضوع جديد إن شاء الله. غنحاول من خلال هذا الفيديو هذا أننا نتعرفوا على واحد القرار اللي غيكون له ما بعده، قرار مهم جدا. نعرف بأن القرارات اللي كتاخدها الإدارة الأمريكية كيكون عندها تداعيات على الصعيد العالمي. يتعلق الأمر بالحظر ديال التيك توك اللي هو موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة والأكثر استعمالا في العالم، اللي العدد المنخرطين فيه راه كيتحسب بالمليارات. شنو غنشوفوا في هذا الفيديو؟ غنشوفوا اولا التداعيات ديال هذا القرار هذا والحيثيات ديالو اللي اتخذته المحكمه العليا الامريكيه. غنشوفوا كذلك القانون ديال تيك توك في الصين. غنتصدموا الا شفنا بانه الطريقه اللي كيتخدم بها التيك توك في الصين مخالفه تماما للسياسه ديال الاستعمال على الصعيد العالمي. غنشوفوا انه الصين كتحافظ على الاجيال ديالها من خلال واحد السياسه اللي هي صارمة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، في حين أنه تدمر الأجيال ديال العالم بهذا التطبيق. سنرى كذلك الأكثر الأطراف استفادة من هذا القرار ديال أمريكا، خاصة ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي. إذن كما قلت، المحكمة العليا الأمريكية تقرر حظر تيك توك وتضع مصيره بيد ترامب. بطبيعة الحال لأن ترامب الرئيس الأمريكي غيجي إن شاء الله يوم 20 يناير، فاش غيتسلم السلطات ديالو، فاش غتكون لا باساسيون ديال السلطات أو التمرير ديال السلطات بينه وبين الرئيس الحالي ديال بايدن. نشوفوا التفاصيل ديال الأمر. أيدت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبيع الشركة الأم الصينية بايت دانس، هذه هي الشركة الأصل اللي كتملك هذا التطبيق هذا، لتضع بذلك تطبيق المقاطع المصورة القصير الذي يحظى بشعبية كبيرة على طريق الإغلاق في غضون يومين فقط. غنشوفوا أنه كاين واحد الأجل، كاين جوج ديال الحلول فقط عند الشركة بايت دانس: يا إما غتبيع هذا التطبيق هذا لشركات أخرى كاينة في أمريكا، أو لا سيتم الإغلاق ديال التطبيق بصفة نهائية والحجب ديالو في أمريكا. بطبيعة الحال المحكمة العليا إذن اتخذت القرار على أساس أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، خاصة أنه كاين واحد الصراع كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، صراع تجاري، صراع سياسي، صراع دبلوماسي على جميع الأصعدة. وتيك توك من طبيعة الحال فهو كيجمع المعلومات الشخصية ديال واحد الشريحة كبيرة جدا من الشباب، كيوصل المعلومات الشخصية ديالهم، كيوصل الهواتف ديالهم. لذلك هناك مخاوف في أمريكا أن هذا التيك توك هذا غيستعمل هذه المعلومات هذه في التجسس وفي الاطلاع على البيانات الشخصية. لذلك الأمر فهو يتعلق بالأمن القومي، بالإضافة إلى السياسة ديال الاستعمال ديالو وما يرافقه من تدمير القيم ونشر بعض الأمور السلبية. ويترك قرار المحكمة الذي أيده الأعضاء 9 منصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا في حالة من الغموض، ويضع مصيره في يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذ تيك توك بعد عودته إلى الرئاسة الاثنين المقبل. إذا لاحظوا معايا العدد الكبير جدا ديال المستخدمين ديال هذا التطبيق غير في أمريكا، 170 مستخدم غير في أمريكا، مع العلم أنه السكان ديال أمريكا تقريبا دابا 360 مليون. راه قريبة دابا النص ديال الولايات المتحدة الأمريكية كلهم عندهم حسابات على هذا الموقع هذا، بالرغم من أنه يتعلق الأمر بالمقاطع المصورة القصيرة فقط. بأن بالنسبة للقرار الذي اتخذته المحكمة فهو قرار ليس تنفيذي، إذن الرئيس هو اللي بيده أنه ينفذ هذا الأمر هذا. إذا كان الأجل اللي كاين هو 19. الرئيس بايدن أكد بأن الأمر الآن بيد الرئيس المقبل ترامب. وأقرت الأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مشروع القانون العام الماضي، ووقع عليه الرئيس جو بايدن، لكن مجموعة متزايدة من المشرعين الذين صوتوا عليه يسعون الآن إلى إبقاء عمل تيك توك في الولايات المتحدة، لأن يكون الأمر في خسارة كبيرة جدا بالمليارات لمجموعة من القطاعات اللي كتعتمد على التطبيق، مجموعة من الشركات، مجموعة من المسوقين، مجموعة من المعلنين. الأمر متشعب جدا، ما يتعلقش الأمر فقط بالتواصل الاجتماعي، وإنما هناك أبعاد أخرى. الأمر اللي بغيت نشير ليه هو هنايا أنه هذه الشركة الصينية اللي عندها هذا الموقع هذا اللي كتسمى بايت دانس، هي شركة دارت تطبيق السياسة ديالها في الصين فهي مخالفة تماما، خاصة فيما يتعلق بالقاصرين الأطفال. إلا شفنا مثلا غير بالنسبة للمغرب واللي بالنسبة لجميع الدول الأخرى، بإمكان الأطفال أنهم يولجوا التيك توك في جميع الأعمار وكما بغاو، الأمر متاح في جميع الساعات 24 ساعة على 24، في حين أنه في الصين كاين قيود صارمة على الوصول
أولا ديال بعض المقاطع اللي فيها التفاهة واللي فيها أمور مشينة. كذلك كيتحل للقاصرين لمدة يعتقد بأنها ساعة إلا ما خانيش الذاكرة في النهار، يعني كيحل التطبيق كيبدا الكرونو كيخدم ليه، إلا مثلا دوز فيه الصباح ربع ساعة راه بقات لي 45 دقيقة في ديك 24 ساعة، دونك غير سالي ديك 45 دقيقة يعني سالي ساعة المكانة في المجموع اوتوماتيكمون، يعني هذاك التطبيق كيتسد ما غيتحلي الا في اليوم الموالي. دونك هنايا هذا يعني الوصول الصارم والمقيد للاطفال فهو الهدف ديالو هو الحمايه ديال الاجيال، في حين ان الامر على عكسه تماما في العالم. اذا الشركه فهي كتطلق الحريه التامه للمراهقين وللشباب للوصول، وحنا كنشوفوا انه يعني حتى الخوارزميات ديالو حسب المتخصصين فهي كتشجع التفاهه. اذا يمكن اي واحد يلوح شي فيديو فيه شي حاجه تعليميه، شي حاجه اللي هي مفيده، الخوارزميات ما كيطلعوش الناس باش يتفرجوا فيه، في حين انه ملي كيلوحوا شي فيديو فيه التفاهه ولا فيه غير الريحه ديال التفاهه فاوتوماتيكمون كيجيب الملايين ديال المشاهدات، يعني ان الخوارزميات ديال اليوتيوب هذا هو الاستنتاج ديال مجموعه من الملاحظين انه كيشجع هذه التفاهه هذه لسبب ما. اعتقد بان الامور واضحه. اذا نشوفوا الان بعض الاحصائيات حول الشركات المستفيده من هذا الحظر. طبعا الطليعه ديال يعني المستفيدين من هذا الحظر ديال تيك توك في امريكا غيكونوا هما الشركات المنافسه، على راسها الشركه ديال ميتا المالكه للفيسبوك والمالكه لانستغرام، خاصه الانستغرام لانه هو اللي يعني يشبه تيك توك في السياسه ديال الاستعمال ديالو، يعني فيه مقاطع مصوره قصيره. اذا نشوفوا بعض الاحصائيات. فيما يعوق الحظر واحدة من أكبر شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يترك الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق ومليارات الدولارات من عائدات الإعلانات متاحة للاستيلاء عليها، وفقا لتحليل أجرته شركة ماركتر. دونك يعني هذوك الملايير اللي كتاخذ من الإشهارات ومن الإعلانات فأوتوماتيكمون يعني غتمشي إلى الشركات المنافسة، على رأسها كما قلنا يعني الشركة ديال ميتا. وقال التحليل يعني أنه توقعات أن تيك توك حقق إجمالي 12.34 مليار دولار من إيرادات الإعلانات الأمريكية في سنة أو في عام 2024. إذا تصوروا معايا عفوا هذه السوق الكبيرة جدا ديال الإعلانات، يعني 12.34 مليار دولار ديال الإعلانات خداها تيك توك. هذا رقم قياسي وهذا رقم ضخم جدا. تصوروا معايا انه ملي غيتسد تيك توك هذه المبالغ هذه الضخمه غتمشي الى الشركات المنافسه، جوجل ادسنس، فيسبوك ادسنس الى غير ذلك من الشركات الاخرى. وبافتراض ان تيك توك قد تخسر ما بين 50 و 70% من عائدات الاعلانات بسبب الحظر، فان ما يتراوح بين 6.17 مليار دولار و 8.64 مليار دولار من الانفاق الاعلاني قد يحتاج الى تطبيق جديد، يعني انه سيتجه الى تطبيقات جديدة. ومن المحتمل أن تكون خسارة أحد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة مكسب لعملاق آخر في وسائل التواصل الاجتماعي. وقدر التحليل أن شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام يمكن أن تجني ما بين 2.46 مليار دولار و 3.38 مليار دولار من عائدات الإعلانات مع حظر تيك توك. وفي السياق ذاته قال محلل مورغان ستانلي أن ميتا ستكون أكبر فائز أساسي في أي حظر على تيك توك، ويرجع ذلك جزئيا إلى قاعدة المستخدمين الحالية ومجموعة البيانات. وكتب محلل مورغان أن الحظر قد يضيف ما بين 5 و 9% من أرباح ميتا للسهم الواحد للسنة المالية 2026، مؤكدين أن مقاطع الفيديو على انستغرام من شأنها أن تحل محل بعض الوقت الذي يقضيه المستخدمون الامريكيون على تيك توك. اذا ملي غيكون واحد الانسان ولف هو انه يستعمل تيك توك ويبقى يشوف هذوك المقاطع المصوره الصغيره ريلز ولا ينتجهم، فاوتوماتيكمون ملي غيتسد تيك توك غيمشي مباشره الى التطبيق الاقرب ليه، والتطبيق الاقرب اللي خدام بنفس السياسه هو الانستغرام. دونك تصوروا معايا هذوك المبالغ الكبيره الضخمه، مليارات الدولارات ديال العائدات ديال الاشهارات ديال المستشهرين ديال الاعلانات ديال الشركات ديال المؤثرين كلها ستتجه الى الشركه، فهذا غيرفع يعني حتى الثمن ديال السهم ديال في البورصه ديال هذه الشركه ديال ميتا. اذا حسب المحللين ما بين 5 و 9%، وهذه ارباح اللي هي ضخمه، راه كنتحدثوا هنايا على مليارات الدولارات.